أهلا بيكم في قناتي هنس الحيوان. أنا ماري، والنهاردة هنتكلم عن تجربة أول يوم ليكم مع حيوانكم الأليف اللي هيكون مليان مفاجآت وحاجات جديدة تتعلمها كل يوم. لو انتوا جبتوا حيوان جديد أو ناويين على ده فالفيديو ده ليكم. قبل ما تجيب حيوانك الأليف لازم تكون جاهز نفسيا وعمليا. تأكد إن البيت هيكون مريح ليه، يعني يكون فيه كل أساسيات مكان الأكل، مكان اللعب، عندك أكله برضو موجود. التفاعل مع الحيوان أول مرة، مثلا أنا أول مرة شفت نالا كانت هادية ورقيقة. هي لسه ما كانش ليها اسم، بس أنا سميتها نالا علشان كانت هادية ورقيقة جميلة. ماكس كان قط بنتي، كان شقي شوية فعشان كده سميناه ماكس. فكده عشان أقول لكم إن كل حيوان ليه لحظة معينة أو ليه ردة فعل أو ليه طبيعته الخاصة. مش كل حيوان للتاني، لأنهم كل مختلفين، ولأن كل واحد ليه شخصية زي الإنسان. هنتعامل مع التوتر والمشاعر المختلطة إزاي؟ يعني الحيوان بيبقى في الأول خايف، زي ما قلت لكم نالا كانت خايفة ومش مرتاح لأنه مش مكانه، مش متعود عليه. فلازم ده هيكون طبيعي طبعا، فلازم نبقى عندنا صبر ونتعامل بلطف لغاية ما الحيوان يتعود علينا ويشعر بالأمان بسرعة. تعلم حيوانك قواعد بيتك ازاي؟ يعني من أول يوم لازم تعلمه الأساسيات، زي المكان اللي بينام فيه، المكان اللي ياكل فيه، المكان كمان اللي بيعمل فيه حمام، وكمان ازاي يتعامل مع الناس بحذر. واهم شيء اول يوم مع حيوانك ان انت تكون مليان حب واهتمام، علشان ده بيفرق معهم كتير طبعا. قولولي في التعليقات، كان اول يوم مع حيوانك الاليف عامل ازاي؟ كنت خايف متوتر ولا كنت مستعد ولا كانت مفاجأة؟ انا بالنسبة لي كانت مفاجأة، وعشان كانت دي هدية من بنتي وجوزها، كانت مفاجأة جميلة قوي. ما تنسوش في التعليقات اكتبوا لي كومنتاتكم، واكتبوا لي ايه اللي حصل معاكم في اول حيوان ليكم جبتوه، وايه رد فعلكم لو كانت هدية او كنت متوتر، كنت خايف، كنت مبسوط، كنت فرحان، او ايه ردة فعل بتاعك كانت ايه بالظبط، او كنت متوتر وخايف، لان في ناس برضو بتخاف من الحيوانات لو جات لها كده فجأة. ما تنسوش لايك وشير واشترك في القناة، واستنوني في فيديوهات جاية كتير. باي باي.